والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قد الدنيا. النهارده فيديو جديد. لو اول مره تشوفي القناه اعملي سبسكرايب وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديده، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده وتصلوا على النبي كتير في الكومنتات، ودعوه حلوه منكم. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. بصوا يا جماعه، خلاص يعني الوقت الحمد لله الحاجات التقيلة كلها عدت، واللي جاي ان شاء الله بإذن الله على قد ما هو صعب على قد ما هو سهل. لان خلاص يعني انا بدأت ان انا كده ألم بقى نفسي. انا في الفيديو ده هعمل معاكم جزء روتين وجزء مشتريات، عشان يعني ايه ما تملوش، يبقى في تنوع كده. هبدأ بقى ان انا افك فرش الانتريه والركنة علشان يتغسلوا، عشان كمان الانتريه والركنه كمان يتغسلوا، ويعني ابقى خلصت حتى الجزء اللي هو ايه بتاع الريسبشن. يعني بره في الريسبشن خلاص نقاشه خلصت، البورسلين خلص، يعني بره مفيش اي حاجه ناقصه خالص، غير انه الكراسي السفره تتغسل، الحاجات اللي هي الانتريه والركنه الكلام ده، و يتفرش يعتبر، لان هو بره كده خلاص تمام مش ناقصه. يعني مفيش اي حاجه فيه صيانه ولا تصليحات ولا انه حاجه هتتعمل بره تاني. يعني الشغل اللي عندي كله جوه في الاوض هي اللي لسه فيها تظبيطات وتصليحات وشويه ترتيبات يعني جوه. لكن يعني بره هنا لا، خلاص تمام الدنيا مية مية. مفيش اي حاجه ناقصه. فقلت بقى ايه اكسب وقت، عشان الجو عمال يا جماعه يسقع بجد، وانا لسه ما طلعتش ولا صيفي ولا شتوي، ولا شلت الصيفي ولا جيت طلعت الشتوي. يعني الكلام ده كله لسه ما عملتش حاجه فيه. فالجو بجد تلج تلج تلج. فقلت لا خلاص انا ايه اقوم كده اتنشط وابدا ان انا الم الدنيا عشان اكسب وقت. فكيت كل الفرش بتاع الانتريه والركنه اللي هو بتاع المخدات والمراتب بتاعتهم، علشان عايزه اغسلهم كده غسله محترمه كده في الغساله، انقعهم. اصلا عايزه اعمل لهم دوره نقع في الغساله عشان ينضفوا، لان هم بجد مش نضاف خالص. لحد ما اشوف بقى كده ايه حد يعني يجي يعمل لي الانتريه والركنه يغسلهم بس. فبدأت ان انا افك كده كل الفرش كله علشان اجهزه انه يتغسل. عايزه اقول لكم ان هو في جزء منه السوست بتاعته الجرارات مش شغاله بايظه، فانا هاخد اللي عايز يتصلح هبعته عند الترزي يصلحهولي، والباقي هغسله لحد ما الراجل يجيب لي. انا بصراحه كنت هغسل كله وبعدين ابعته، قلت لا طب ما اصلا كده كده لما بيجوا يصلحوا يعني حاجه يخيطوها او كده بيبهدلوها في الارض بتتبهدل. فانا قلت لا انا هبعتهم زي ما هم وسخين، ولما يجوا ابقى ويتصلحوا كده اقوم غسلهم مره واحده عشان ما يتبهدلوش تاني. بس فشلت كل اللي هو عايز يعني يتصلح على جنب، والباقي هو اللي هيتغسل. كنت عايزه بقى اقول لكم على ايه. بصوا يا جماعه، الفيديوهات اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها يعني
على الباركيه وان هو كان احسن وكده. والله يا جماعه ما كان احسن بجد، يعني هي اذواق، عشان انا مش بحب ان انا اقول كلام ممكن ان هو يعني يضايق حد، بس هي حرفيا اذواق. يعني كذا حد عمال يقول لي انت ازاي تشيلي الباركيه، وانت ازاي حد يشيل الباركيه ويحط بورسلين، ده بيجيبوا الباركيه يحطوه على البورسلين، انت غير الناس، انت تفكيرك مش عارفه ايه. بصوا يا جماعه انا ما بجرحكوش بالكلام زي ما انتم ما بتجرحوني بالكلام في الكومنتات، بس عامة انا ما بزعلش منكم. انا مش من النوع اللي اي كلام بيأثر فيا يعني خالص، بالعكس. انا مادام عاملة حاجة انا مقتنعة بيها مفيش كلام اي حد بيأثر فيا. بس هي الفكرة ان هي انا عايزة اوصل لكم ان هي اذواق. انت ممكن يكون عاجبك حاجة مش عاجباني، ممكن انا يعجبني حاجة ما تعجبكيش. فانا حرفيا يا جماعة الباركيه احنا كمصريين كعرب، يعني انا من وجهة نظري المتواضعة اللي هي ممكن تكون لا شيء بالنسبة لحد، بس هي شيء بالنسبة لي انا، هو مش بينفع معانا. احنا يا جماعه عندنا اطفال بتدلق ميه، بتدلق عصير، بتدلق مش عارفه ايه، الباركيه ده والاتش دي اف والكلام ده كله يا جماعه عايز معامله خاصه، عايز معامله كده حساسه. ده بالنسبه يعني لمعامله كاطفال. كمان انا عن نفسي من الناس اللي ما بحب الشغل ان انا امسح بشرشوبه ولا الكلام ده. انا بحب يا جماعه ادلق ميه في الارض وادلق صابون، وانا قلت الكلام ده في 100 فيديو. مش عايزه اكون زنانه وان انا بقول الكلام كتير، بس حقيقي انا بقول الكلام، ولما بلاقي الكومنتات بحس ان يعني مثلا اللي بيتفرج على الفيديو ده ناس غير الناس، او انتوا ما بتتفرجوش على الفيديو بتدخلوا تكتبوا كومنتات على طول، يعني ما اعرفش مش عارفه. انا من الناس اللي بحب ادلق ميه في الارض واغسل الارض بالمقشه واجر بمساحه واغسل حيطان. فانا بالنسبه لي الباركيه او الاتش دي اف ده بالنسبه لي مش عملي خالص. ده الجزء التاني انه انا لون الباركيه ذات نفسه ما كانش عاجبني لونه، اللي هو اللون القديم بتاع زمان، لان هو يا جماعه كان موجود في الشقه انا ما جبتوش. انا اللي جبته جديد، الباركيه اللي انا جبته جديد بتاع الاوض، بتاع اوضه النوم وبتاع اوضه الاطفال. فده طبعا انا ما غيرتوش لان ده انا لسه جايباه جديد ولونه كمان حلو. وحرام طبعا، يعني انا كنت ساعتها جايبه المتر ب 450 جنيه، وزمانه دلوقتي كمان غالي اكتر، ده بتاع الاوض. فحرام ان انا كنت ابقى دافعه فيه المبلغ ده كله واروح اشيله واحط كمان تاني بورسلين. فانا ما غيرتش ولا بتاع اوضه النوم ولا بتاع اوضه الاطفال. البلكونه قعدت تقولي كنت شلتي اللي في البلكونه. البلكونه ده يا جماعه مش باركيه، ده سيراميك بس نفس شكل الباركيه، فهمتوني؟ نفس شكل الباركيه. وده لسه جديد انا جايباه، فشيء طبيعي برضو ان انا ما كنتش يعني هروح اغيره، يعني هو لسه جايباه جديد مركباه مع توضيبات الشقه. فانا حبيت اوضح كده انه كمان الباركيه ده يا جماعه عملي، يعني معمول للناس اللي هم عمالين يقولوا لي ايه ده الناس بره في اوروبا بيحطوه. ايوه، ما الناس بره في اوروبا بيحطوها علشان هم عندهم درجه البروده عاليه تحت الصفر، فهم بيحطوه عشان يعمل لهم تدفئه في البيت. لكن احنا عندنا درجه الحراره مش تحت الصفر، يعني مش مستاهله. فدي الفكره، ان هو قعدوا يقولوا خليكي مختلفه وخليكي غير بره او خليكي. يا جماعه انا ماليش دعوه بره وجوه، وماليش دعوه بمين عمل ايه ومين ما عملش ايه، انا ليا دعوه بنفسي. انا حابه ايه، انا ايه مريحني، انا جريت وعملت اللي في مصلحتي واللي مريحني. المهم عشان ما اطولش عليكم، خدت بقى كده كل الحاجات اللي عايزه تتغسل وحطيتهم في الغساله. مليت كده الغساله وحطيت الكلوركس اللي هو الجل ده، بيكون حلو جدا في التنظيف، بس هو يتحط يا جماعه على حاجات فاتحه مش حاجات ملونه، لانه هو بيبوظ الحاجات الملونه. فانا حطيته على فرش الركنه لان هو اوف وايت فمش هيضره في حاجه. بس كده عشان ينضفه، لان هو كان متوسخ جدا وفاتح وكان محتاج ان هو حاجه جديده تنضفه. بصوا بقى خلوني كده ايه اوريكم شويه مشتريات من ضمن المشتريات اللي هي الموجوده واحنا ايه بنصور كده. بصوا تعالوا اوريكم كده ايه انا جبت ايه او جايبه ايه. بصوا فاكرين الطعم بتاع الستانلس اللي انا كنت وريته لكم في فيديو مشتريات، بس كده على جنب، في فيديو مشتريات قبل كده اللي انا جبته من تحت من العتبه لما نزلت رمضانيا. بصوا ده حاجه كده شبهه، بس يعني دوت يعني تحسوا ان هو يعني ينفع اللي هو يكون طقم تلاجة اكتر من ان هو يكون كده، لان هو احجامه مش كبيره. يعني بصوا القطعه دي اكبر قطعه فيه، بصوا قد ايه هو اهو، ده شكله. بصوا ده شكله كده، هو بيجي كده عدد القطع دي 5 قطع، بس ايه بقى بيبقى ليهم غطيان، يعني بيبقى ليهم الغطيان بتاعتهم ديت. بصوا فعشان كده بقول لكم يعني هو ينفع ايه
ينفع يعني ينفع عجان وخضروات وفاكهه وكده لو انت هتعملي كميات صغيره مش كبيره. وينفع ان انت مثلا تشيلي فيه حاجه في التلاجة. بصوا هو محكم الغلق، وعايزه اقول لكم ان الاستانلس بتاعه يعني نضيف جدا 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 يعني. بصوا دي كده اكبر واحده في الطقم، اكبر قطعه. ودي اللي بعدها اهي. ينفع بقى عجان لو انت مثلا هتعملي برضو كميه مش كبيره، كميه دقيق يعني مش كبيره. بصوا هو عاجبني اكتر حاجه مش عاجباني فيه ان كل غطا لون. انا بكره فرح ما تعمليش دوشه. بكره الحاجه اللي كل غطا يكون لون. بحب الحاجه كلها تكون يعني لون واحد. ما انا هقوم اجيبك من قفاكي، بطلي خبط ورزق. بصوا دي تالت واحده. تحسوا ان هو جاي علب تلاجة اكتر او طقم تلاجة اكتر. بصوا اهو. ودي الرابعه. بصراحه انا بحب اول حاجات اللي هي الاستانلس، يعني بتكون شكلها شيك ونظيفه كده. بصوا ده كده رابع مقاس. بصوا فرح كل غطا لون. ودي كده اصغر واحده اهي. هو احلى حاجه فيه ان هو ليه الغطيان ديت يعني بصراحه، ان انت لو هتشيلي حاجه فيه او في التلاجة او كده ان هو يعني يكون ليه الغطا بتاعه، فهو حلو في كده. بصوا يا جماعه انا ده جبته، انتوا هتتصدموا من سعره. انا ما اعرفش سعره كده ولا لا، بس انا جبته ب 800. بس حاسه ان اتضحك عليا في السعر بتاعه، لان شفته في صفحات تانية ب 600 وب 500. يعني ما اعرفش بقى هو خامات ولا انا اتضحك عليا. انا ما اعرفش بصراحه، مش عارفه. بس انا جبته انا عن نفسي جبته ب 800، لكن ما اعرفش بقى هو خامات. في ايه يا جماعه؟ لا ده بجد في حاجه غلط، في حاجه غلط. بيقولك ما تصورينيش. بصوا تعالوا بقى اوريكم برده حاجه من الحاجات اللي انا جبتها، عشان بس ما تقولوش ان انا كل حاجه بوريها لكم بقول لكم عليها ان هي ايه حلوه. لا، الحاجه اللي بجد يعني هبقى مش مقتنعه بيها او شايفه اللي هي تافهه او طلعت مش حلوه برده بقول لكم عليها والله. زي مثلا الاختراع الفاشل ده. دي ايه؟ دي علبه تلج. انا من الناس يا جماعه اللي بحب التلج جدا جدا، يعني ممكن طول ما انا قاعده اقرقش تلج كده عادي. فالمهم ايه فكره بقى ان انا ايه عايزه حاجه يكون فيها تلج كتير. فحتى في مكنه كده شفتها بتعمل تلج وكده، بس قلت ان شاء الله الصيف الجاي باذن الله لو عشت وكان لنا عمر هجيبها، عشان يعني الفتره دي صعب. فالمهم ايه شفت لها فيديو. هي كانت في الفيديو اكبر من كده، يعني انا ما اعرفش، هي جات لي الحجم ده لما انا طلبتها، جات لي الحجم ده. بصوا صغيره جدا، يعني كاني علبه ثلاجه. انا ممكن اعمل الحركه دي في اي علبه من عندي يعني. المهم ان هي الفكره في الفيديو كانت ان بيبقى انا شايفه ان العلبه دي كبيره، بيجي معاها كده القالب بتاع التلج ده. برضو اتفاجئت بيه ان مكعبات التلج بتاعته صغننه. بصوا قد ايه صغيره جدا يا جماعه جدا. بصوا شايفين؟ تعالوا والنبي يا فرح قربي الاستند ده كده سنه. بصوا شايفين ال يعني مش هاخده في حضني اكيد، رجعي لورا شويه. ادري بقول لها قربي الاستند، جايبه لي هنا عندي هنا اهو. يعني فعلا المخ ده لما بيكون محطوط ديكور غير لما بيبقى محطوط للاستخدام. بصوا بقى جاي لي قد ايه يا جماعه. بصوا جاي مكعبات التلج بتاعته قد ايه صغيره قوي قوي. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم ان هو بيجي، انا ايدي سايبه. بصوا بيجي معاه العلبه دي ماشي، وانتي بتملي بتاعه التلج دي المكعبات دي، ولما بتتلج بتقومي قلباها كده. بصوا شايفين اهو قلباها كده، وبتجيبي الغطا ده. بصوا في الحتتين البلاستيك دول شايفينهم اهم دول. المهم ان انت بقى بتقومي ايه قافله كده، وبتقومي ضغطتين كده اهو، بتقوم كل بقى المكعبات نازله تحت في العلبه، وتمليها وتفضي في العلبه وتمليها وتفضي في العلبه، فيبقى عندك يعني العلبه مليانه. ولما بقى بتتملي بتقومي ايه
واخده بقى بالجاروف ده كده يعني وتستخدمي. هو كل ده حلو وتمام وكان عاجبني، هي الفكره كلها في الحجم، ان اتخدعت في الشكل بتاع العلبه جت صغيره جدا جدا، يعني مش هتحوش برده كميه كبيره اللي انا كان بالي فيها، يعني اللي هو يعني دي تتملي مثلا مرتين ولا حاجه. كان ممكن انا اعملها في قوالب التلج اللي عندي، ان انا املى القوالب واي علبه تلاجه عندي افضيهم فيها وخلص الموضوع يعني. المهم ادي يعني من الاختراعات الفاشله، اديني وريتها لكم اهو، عشان لو قابلتكم ما تجيبوهاش، مش حلوه يعني ثمنها كتير عليها. هتقولوا لي بكام يعني ده ثمنها؟ هقول لكم انا دافعه فيها 375 جنيه بالشحن بصراحه، بالشحن يعني هي تقريبا ب 320 عشان ممكن 50 شحن، فهي 320 جنيه ده سعرها اهو. وهي بتكون اكريليك بس يعني بالنسبه لي لا مش عمليه وملهاش اي 30 لازمه يعني. تمام. ايه تاني بصوا بقى عشان بس ايه نلم الكركبه دي. بصوا كمان انا جبت الباسكت ده للمطبخ اهو، بصوا جبته الهلال والنجمه اهو، جبته للمطبخ وجبته لونه يكون رمادي علشان يعني يبقى لايق مع المطبخ، لان انا عندي مقابض المطبخ اللي هي السفليه اللي تحت دي لونها رمادي والاجهزه بقى سيلفر وكده، فانا بصراحه جبته قلت عشان يبقى لايق يعني ايه مع المطبخ. هو اصلا كده هيبقى محطوط في الضرفه يعني اللي هي تحت الحوض. بصوا هو بتضغطي كده عليه برجليكي الغطا بتاعه بيفتح. جبت ده بس بصراحه انا مش فاكره سعره عشان ما اضحكش عليكم يعني، انا جايباه بقالي كتير. وجبت كمان السبت ده للغسيل، جبته برده لونه رمادي، قلت بقى انا هوحد برده البلاستيكات، لو هجيب بلاستيكات اوحد ايه الالوان يعني بتاعتها عشان ما يكونش كل حاجه لون واحس ان انا في سوق كده يعني، الموضوع ده بيضايقني قوي بصراحه. بصوا فجبته ده حلو قوي للغسيل يعني وكده، تطلعي بقى في الغسيل تنشريه بتاع، فحلو برده. مش فاكره سعره بالامانه يعني، لا ده ولا ده فاكره سعره. كنت جايبه معاهم كمان طبق لبني كده كنتوا بتشوفوني بعمل فيه الصابون، بس اصلا يعني ما كنتش صورته. المهم نيجي بقى للي بعد كده. بصوا انا احكي لكم بقى القصه. تعالوا صلوا على النبي كده، بس حاسه ان انا هقع. بصوا طبعا انتوا عارفين الصينيه دي وعارفين السرفيس اللي بيبقى بالغطا اللي بيبقوا يعني طقم كده مع بعض للتقديم يعني وكده. انا جيت ايه شفت السرفيس على بيدج يعني بسعر كويس يعني بسعر حلو يعني، وشفت الصينيه على بيدج تانية بسعر كويس يعني. البيدج اللي بتبيع السرفيس ابو غطا بتبيع الصينيه سعرها غالي، والبيدج اللي بتبيع الصينيه دي بتبيع السرفيس سعره غالي. فانا قلت خلاص انا هجيب يعني السرفيس من هنا وهجيب الايه الصينيه من هنا. المهم ان انا يعني ايه اول حاجه طلبت بصوا الصينيه دي من ايفال ده يعني البيدج دي اصلا معروفه على الفيسبوك يعني براند حاجته حلوه. المهم ان انا الاول اتخدعت في شكل الصينيه، لما شفتها افتكرت ان هي دي، بعد ما جبتها لقيتها ان هي يا جماعه كبيره يعني جايه صينيه عشاء فاهمين. بصوا دي مقاسها 60 سم، فلما جبتها اولا لقيتها مش هي الشكل اللي انا كنت عايزاه، الشكل اللي انا عايزاه اللي هو ده، ومش المقاس اللي انا عايزاه، لقيتها كبيره. فالمهم ايه بصراحه رحت قلت خلاص انا مش هرجعها، انا ايه هخليها صينيه عشاء صينيه فطار. بصوا هي شكلها حلو كده، لونها روز جولد كده عامله زي النحاس بس مش نحاس اللي هو الفاتح ده اللي هو الروز جولد ده. بصوا اهي. فما رضيتش ان انا يعني ايه ان انا ارجعها واستلمتها. عايزه اقول لكم سعرها كام انا قطعت الورقه اللي فيها السعر، استنى كده. بصوا ب 525 اللي هي مقاس 60 دي كنت جايباها يا جماعه من ايفال. تمام. بعد بقى ما جبتها رجعت بقى رحت طالبه الصينيه دي عشان اجيب لها السرفيس اللي انا بقول لكم عليه. بصوا طلبت بقى الصينيه دي بس مش فاكره سعرها بقى، دي كانت
450 475 يعني حاجه في الرينج ده. بصوا اهي دي تقريبا بقى دي مقاس 50 يعني دي 60 ودي 50. عايزه اقول لكم ان هي برده حلوه قوي وبتنفع برده فطار او حاجه لو فرد يعني او فردين. بس انا بقى يعني للامانه انا لسه ما جبتش السرفيس بقى ابو غطا ده. لما جيت اطلبه من البيج الثانيه لقيته خلصان فما جبتوش. فهبقى اجيبه يعني عشان اكملهم ايه الطقم. اوكي نلم بقى هنا كده. يلا بقى تعالوا بصوا بقى ده طقم اطباق. بس انا بصراحه ده انا ما اشتريتهوش هو جاي لي هديه. يعني الطقم ده انا ما اشتريتوش ده امي جابتهولي هديه يعني كانت بتجيب لي نفسها وجابت لي ايه طقم معاها. فايه اوريه لكم كمان بالمره. بصوا انا ممكن احور عليكم واقول لكم ان انا مشتريها بس انا بقول لكم يا جماعه ما بحبش الحوارات. الحاجه اللي مشتريها هقول لكم مشتريها مش مشتريها هقول لكم مش مشتريها. المهم ايه بصوا هو بيجي كده طقم كامل كده البوله دي بتاعته. تعالوا بقى ايه نطلعه عشان كده انا اصلا عايزه احطه في المطبقيه لاني الاطباق اللي عندي في المطبقيه كلها اتكسرت والكوبايات اللي في المطبقيه كلها اتكسرت وانا المفروض ان انا مليان يعني لسه ما فرشتش اهو. وانا كنت حاطه كوبايات عصير وشاي وماليه المطبقيه. طبعا انتوا شفتوني وانا ايه وانا برص يعني في المطبخ. كل اللي انتوا بقى شفتوه ده كله اقسم بالله الكوبايات كلها اتكسرت. كوبايات الشاي وكوبايات الميه والاطباق وكل حاجه. بصوا هو 24 قطعه يا جماعه الطقم ده 24 قطعه. تعالوا بقى كده نفتحهم ونشوف ايه شكله ايه. نسمي بقى الله. بصوا اهو انا عايزه اقول لكم ان هو يعني شبه الطقم اللي عندي اللي اتكسر شبهه يعني حتى الورده دي قريبه من اللي عندي اللي كانت عندي برضو. بصوا اهو ده كده استنى بس اشوف المقاسات عشان ده اكبر مقاس يعتبر. ده كده اكبر مقاس اللي هو الغويط شويه ده. بصوا اهو ده بيجي كده ايه 6. بصوا يا جماعه يعني الطقم ده حلو للاستخدام اليومي اللي هو بقى ايه اتكسر العيال مش عارفه ايه. بصوا يعني للاستخدام اليومي بدل مثلا ما تبقي جايبه طقم بمبلغ كبير ويتدغدغ منك في الاستخدام. لا انا بحب ان انا مثلا ايه اخلي حاجه للاستخدام اليومي واخلي حاجه مثلا لو عندي ضيوف بتاع كده يعني. جايبه برضو اطباق حلوه قوي هوريها لكم بس مش الفيديو ده عشان ما يطولش. بصوا ده تاني حجم. ده كده برضو اللي هو غويط شويه. ده كده تاني حجم اهو. ده اصغر. بصوا اهو برضو بيجي كده ايه 6 اطباق. طبعا اكيد هيتغسل قبل ما يتحط في المطبقيه. ودي البوله اللي هي بتيجي معاه. وكمان بصوا بقى ده حجم اصغر شويه اهو. احلى حاجه ان هو يعني غويط عشان انا عندي بصراحه اطباق من اللي هي المسطحه دي كتير جدا جدا. عندي ازمه في اللي هم الغواط شويه دول اللي هو يعني ينفع تحطي فيهم طبيخ مش عارفه ايه حاجات زي كده يعني. بصوا برضو كده بيجي 6 اهو. بصوا و بصوا ده بيجي كده ايه 6 بولات اللي هم بتوع الشوربه بقى الكلام ده. بصوا شوربه لسان عصفور رز بلبن مهلبيه اهو. 6 برضو اطباق كده بيجوا ايه مع بعض. تمام بس كده يا بنات كفايه عليكم كده ايه مشتريات النهارده.
كفايه عليكم اشتريت النهارده عشان ما تصدعوش. نكمل في فيديو تاني. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. هتوحشوني لحد فيديو جديد. باي باي.